صحيح يا ماما، ليه الورق بتاع الشجر لونها بيتغير في الخريف؟ مش المفروض تبقى لونها أخضر؟ ليه بقى لونها أصفر وبرتقالي؟ علشان يا حبيبي اللون الأخضر ده بيجي من حاجة اسمها كلوروفيل. الكلوروفيل دي صبغة بتبقى موجودة جوه الورقة، ودي اللي بتساعدها إن هي تعمل أكلها بنفسها عن طريق الشمس. ده اسمها فوتوسينثيسيس مش كده؟ برافو عليك. الفوتوسينثيسيس أو البناء الضوئي هو دي الحاجة اللي بتخلي الشجرة تعمل أكلها عن طريق إن هي بتاخد طاقة من الشمس وتعمل الأكل بيها. بس لما بيجي الخريف النهار بيبقى قصير والشجر بيحس إنه محتاج إن هو يحافظ على طاقته. يعني ايه؟ يعني حبيبي الشجرة بتوقف إنتاج الكلوروفيل عشان ما تضيعش طاقتها، ولما الكلوروفيل ده بيقل اللون الأخضر بيختفي، وساعتها بقى تبدأ الألوان التانية اللي كانت موجودة أصلا تظهر، زي اللون الأصفر والبرتقالي. دول بيبقوا موجودين في الورقة أصلا، بس الكلوروفيل عشان نسبته كبيرة بتكون مخبياهم. لما الكلوروفيل بيقل هما بيبتدوا يظهروا. واو، يعني الورق مش بيتلون أصلا، ده كان لونه بس احنا أصلا مش شايفينه. بالظبط. وزي ما الورق بيغير لونه الشجرة كمان بتجهز نفسها لفصل الشتاء عشان تقدر تعيش من غير ما تستهلك طاقة كتير.